بيخلي 90% من اللي بيتعلموا برمجه وزيهم في الانجليزي وبرضه ما بيكملوش. وبعد بحث عميق جدا جدا، فالاجابه بكل اريحيه هي المايند سيت. طب ايه هي المايند سيت وازاي نقدر نحسنها؟ طب ايه هي العناصر بتاعتها؟ كل ده واكتر، وجهز لي مشروع في المتين ويلا ندشمل هذا المصطلح. هعتبرك خلصت. ايه هي المايند سيت؟ قصه بسيطه جدا. فلان من 3 سنين شخص معجب بالانجليزي، شخص حابب البرمجه ومستروش الفكره، وبدأ في الاثنين. بس لحظه كده، بعد 3 شهور ساب البرمجه عشان يركز في الانجليزي اكتر، وبعد شهرين راح ساب الانجليزي وساب البرمجه وساب كل حاجه. ونفس الشخص ده بعد 2 بدأ في الانجليزي ووصل لمستوى حلو، وبدأ في البرمجه وبيعمل اول ابلكيشن ليه. وبكل اختصار الشخص ده هو اللي قدامك. فانا بحاول انقل لك تجربتي على اللي انا فهمته من المايند سيت. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. تعلم كيف تتعلم هي ستيب 0، فما تحت ستيب 0 هو المايند سيت بتاعتك. متكونه من 4 حاجات: ان انت تتقبل الغلط، وان انت يكون عندك صبر، وليس اخيرا ستيب 0 فورمولا او اي فورمولا واضحه ان انت تتعلم بيها الحاجه اللي انت عايز تتعلمها. ورابعا ومن اهم العوامل العادات. فيلا نبدا. تقبل الغلط. تقبل الغلط هو حرفيا اللي بيضيع 70% من اللي بيتعلموا برمجه او اللي بيتعلموا انجليزي. وليه بقول لك برمجه وانجليزي؟ لان دول اكتر حاجتين واضحين معانا، دول اكتر حاجتين ليهم ابحاث ادق حاجه. طب ليه تقبل الغلط؟ تقبل الغلط انت بالعقل كده، البرمجه قايمه على ترايل اند ايرور. فلو انت ما بتتقبلش الاخطاء، فطبيعي جدا طول ما انت بتغلط هتقعد تتعذب، وطول ما انت بتتعذب هتحاول تستحمل، وبعدين هتسيب اللي بتتعلمه حتما ولا بد. وازاي نتقبل الغلط؟ خليك معاه. ثانيا ولا غنى عنه الصبر. كل ما هنتكلم عن المايند سيت طول ما هنذكر الصبر. طب ايه هو الصبر اللي انا قصدي عليه بالظبط؟ الصبر بكل اختصار نظرتك عن ال6 شهور دول، ال6 شهور اللي انت هتتعلم فيهم برمجه، او ال6 شهور اللي انت هتتعلم فيهم اي حاجه. انت ايه نظرتك عنهم؟ هل هي مرحله ممله، ولا هل هي رحله وبنتطور فيها؟ الفرق كبير. الفرق يخليك ان انت لو ال6 شهور دول طولوا معاك وبقوا 9، هتفضل لسه مستمتع، هتفضل لسه بتتعلم، وده هو اللي هيزود نسبتك. ودي الحته اللي في المايند سيت اللي هتطورك برضو. دي السلاح اللي لو هو مش واقف معاك هيقف ضدك. وثالثا وده الاهم عشان انا اللي مفتكره، ستيب 0 فورمولا. ايه ستيب 0 فورمولا؟ هي فورمولا تقدر تمشي على اي فورمولا غيرها، بس لازم تعرف قبل ما تبدا في اي مهاره في الحياه انت فين. هل انت في الصفر ولا تحت الصفر؟ بمعنى انت دلوقتي واحد عايز تبدأ تتعلم، طب تمام، انت في النقطة 0، انت بتعرف ازاي تتعلم؟ تمام. او وانس ان انت عرفت ازاي تتعلم وجمعت لك تكنيكس وفاونديشن قوي، تقدر تتنقل للخطوة اللي بعديها. لكن لحظة، هل انت ممكن تكون تحت الصفر؟ تحت الصفر بكل اختصار هو المايند سيت والانصات. الانصات اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت. رابع حاجة العادات. طبيعي جدا خلقك للدراسة أو طاقتك لفعل حاجة ما أيا كان تكون بيتأثر بعاداتك. يعني أنت لو بتقعد 5 ساعات ريلز في اليوم غير لو بتقعد 3، غير لو ما بتقعدش على الريلز أصلا. فده عامل مهم جدا. طب احنا دلوقتي بعد ما عرفنا كل العناصر، ايه اللي المفروض نعمله عشان نحسن من المايند سيت بتاعتنا؟ بكل اختصار الموضوع محتاج براكتس. الكلمة السحرية لأي حاجة. الموضوع مش هيجي معاك بيوم وليلة، صدقني. الموضوع هيجي بممارسة وبفهم أعمق عن الموضوع ده. فإحنا دلوقتي فين؟ والحلقة الجاية إيه؟ دي سلسلة إحنا يا دوبك عرضنا إيه يعني إيه مايند سيت، يعني إيه إنصات في الحلقة اللي فاتت، وهنكمل البوينتس دي حاجة في حاجة مع مرور عمر السلسلة. فلو انت استفدت حاجة اعمل لي لايك واشتراك، نفعني زي ما انا نفعتك، وشكرا جدا على وقتك.